ظواهر غامضة وأحداث غريبة في العالم حوالينا ملهاش تفسير منطقي، بنحس قدامها بالحيرة وأحيانا بالخوف. كلها ملفات لحد دلوقتي مفتوحة ومحدش قادر يحلها. في كل حلقة هنسحب ملف مختلف مع بعض ونحاول نلاقي له تفسير. أنا خالد محمد وده بودكاست الأرشيف. الملف اللي هنسحبه النهاردة ملف ممر دياتلوف. في 23 يناير سنة 1959 مجموعة مكونة من 10 أشخاص من متسلقين الجبال والمتزلجين على الجليد قرروا إن هم يعملوا رحلة لجبل اسمه الجبل الميت في سلسلة جبال الأورال في روسيا. المجموعة ديت كانت طالعة في الجبل دوت علشان خاطر عايزين يتسلقوه ويوصلوا للقمة بتاعته، لأن دوت هيديهم الشهادة النهائية للمعهد بتاع التسلق اللي كانوا مشتركين فيه. وبالفعل المجموعة ديت ابتدت تتحرك من روسيا أو من المدينة اللي هم كانوا فيها، مدينة ياكاترينبرج. بدأوا رحلتهم إن هم خدوا القطر علشان خاطر يوصلهم لأقرب مكان لسلسلة الجبال. وفعلا ركبوا القطر، وبعد القطر نزلوا منه وخدوا أتوبيس خاص، وبعد الأتوبيس الخاص نزلوا وخدوا زلاجات بتجرها حصنة علشان يوصلوا للمكان بتاع الجبل اللي كانوا هيتسلقوه. وطول فترة الرحلة كانوا بيسجلوا الرحلة ديت عن طريق دفتر اليوميات بتاعهم وعن طريق الكاميرات اللي كانوا واخدينها معاهم، اللي كانوا بيلقطوا كل تقريبا 5 دقايق صورة لنفسهم، صورة فوتوغرافيا. وفضلت الرحلة ماشية بشكل عادي جدا. وكان من الحاجات اللي كانت متسجلة في مذكرات حد منهم كان بيقول إنها رحلة جديدة، هل هتكون رحلة نمطية زي كل الرحلات اللي طلعناها قبل كده ولا هيكون فيها حاجة جديد؟ الغريبة إن هو ما كانش يعرف إنها كانت هتكون آخر رحلة هيطلعها في حياته، وإنه هيشوف فيها تقريبا اللي ما شافوش طول عمره. والصور اللي كانوا متصورينها كلها ما كانش فيه حاجة غيرهم والجليد اللي كان في كل مكان والفراغ القاتل اللي كان حواليهم. وآخر حاجة اتكتبت في المذكرات بتاعتهم كانت: لا يمكن تصور مدى الراحة في هذا المكان الموحش، حيث لا يوجد حولنا إلا مئات الكيلومترات من الطبيعة، بعيدا عن أي مظهر من مظاهر الحضارة. وقبل ما يوصلوا للهدف بتاعهم ليهم زميل اسمه يوري إيدن أصيب بمرض شديد جدا، اضطروا إن هو يرجع وما يكملش معاهم الرحلة. وبكده المجموعة بقت مكونة من 9 أشخاص، 7 رجال وسيدتين. بعد أسابيع من بداية الرحلة ديت اجتمع الأهالي بتوع ال9 مغامرين اللي المفروض بدأوا الرحلة بتاعتهم من شهر تقريبا، وقرروا إن هم كده تغيبوا فترة طويلة وابتدى القلق يتملك منهم، وكان لازم ياخدوا قرار بخصوص الموضوع دوت. وكان القرار إن هم هيعملوا فرقة بحث هتطلع للمكان اللي المفروض هم راحوا له علشان خاطر يدوروا عليهم ويشوفوا ايه سبب التأخير ده كله. ولما الموضوع دوت ابتدى ينتشر انضمت ليهم فرقة من الجيش ومجموعة من قوات الشرطة المحلية علشان خاطر تساعدهم في البحث دوت. ويوم 26 فبراير بدأت رحلة البحث عن مجموعة إيجور دياتلوف. وبعد أيام من البحث وصلوا للمكان اللي كان فعلا فيه المعسكر بتاعهم. وكانت المفاجأة إن هم لقوا الخيمة بتاعتهم مدفونة تحت طبقة من الجليد. ولما وصلوا لها لقوا إن فيها قطع طولي كان معمول من جواها، كأنهم كانوا جوه الخيمة وحصل لهم حاجة أو خطر معين خلاهم اضطروا إنهم يقطعوا الخيمة ويهربوا من المكان اللي هم كانوا فيه. ولما ابتدوا يبصوا بتركيز أكتر لقوا حاجة غريبة، لقوا إن الحاجات بتاعتهم مترتبة بعناية شديدة جدا وكأنهم سابوها ورجعين لها تاني. بدأوا يدوروا أكتر وأكتر، لقوا بعد الخيمة بحاجة بسيطة آثار ل9 أشخاص. كملوا مع الآثار ديت علشان يشوفوا هتقودهم لفين، لقوها بتقودهم للغابة القريبة جدا من المعسكر دوت. ولما دخلوا عند الغابة وفي بدايتها لقوا تحت شجرة كبيرة نار كانت متولعة من فترة قريبة مش من فترة بعيدة، جنبها جثتين لأول 2 كانوا بيدوروا عليهم. وكان الغريب في الجثتين إن هم كانوا تقريبا مش لابسين حاجة باستثناء ملابسهم الداخلية وشرابات، ما كانوش لابسين أحذية، ما كانوش لابسين أي حاجة تانية تقيهم من البرد اللي المفروض كانوا هم موجودين فيه. ده درجة الحرارة كانت بتوصل ل30 تحت الصفر. كانت حاجة غير مبررة خالص وكانت حاجة غير مفهومة. والغريب كمان إن كان جسمهم مليان جروح، وبالذات في وشهم جروح قطعية كأن في حد عورهم. حاجة غامضة جدا. وجنب الشجرة اللي المفروض إن هم كانوا معسكرين فيها لقوا آثار لفروع متكسرة، وكأن كان في حد بيحاول يتسلق الشجرة ديت علشان يهرب من حاجة. كان لغز غامض بالنسبة لهم، ولكن قرروا إن هم يبتدوا يبحثوا في التفاصيل ديت بعد ما يلاقوا بقية الفرقة. كملوا بحث، وعلى مسافات متقاربة ما بين الخيمة وما بين المعسكر الجديد اللي اتعمل لقوا ال3 التانيين.
وكانوا دول شكلهم عادي، كان ملابسهم الشتوية عليهم، وكانوا جثثهم كانوا لقوها بشكل مواجه للخيمة، كأنهم كانوا في حتة وراجعين للخيمة تاني. واللي لقوهم كانوا زينائيدا أليكسيفينا، وديت كان عليها جروح بسيطة زي الجثتين الأولانيين، والتاني كان رستم سلوبودين، ودوت كان جمجمته مكسورة، وإيجور دياتلوف قائد المجموعة، ودوت لقوا فيه على جسمه آثار لكسور في مفاصل إيديه وجروح في كل جسمه. كملوا الرحلة بتاعت البحث لغاية لما وصلوا الممر جبلي، لقوا فيه الأربعة المتبقيين: ألكسندر ونيكولاي ولودومير وسيمون. ألكسندر كانت الإصابة بتاعته كسر في العنق وفي الأنف. نيكولاي كان الإصابة بتاعته كسر في الجمجمة. لودوميلا، ودي اللي كانت إصابتها غريبة شوية، لقوها فقدة للسانها وعينيها، عينيها ما كانتش موجودة ولسانها ما كانش موجود. وأخيرا سيمون لقوا عينيه برضو مش موجود. لما بدأوا يدوروا أكتر ويحاولوا يفهموا إيه الملابسات بتاعت وفاة التسعة دول، لقوا قطع ملابس متناثرة تقريبا تخص الاتنين الأولانيين اللي لقوهم خالص. ولكن الغريب في الملابس ديت إن لما كشفوا عليها بعد كده لقوها فيها آثار لمواد إشعاعية، مواد مشعة، وما كانش مفهوم خالص بالنسبة لهم إيه السبب اللي خلى الملابس بتاعتهم تكون ملوثة بالإشعاع بالشكل ده. بعد ما لقوا التسع جثث بطلوا خلاص عملية البحث ورجعوا للمدينة اللي كانوا فيها تاني. وبدأت ساعتها التحقيقات ازاي الحادث دوت حصل، وايه اللي ادى لوفاة المجموعة ديت بالشكل دوت. المفترض ان الناس دي متسلقين محترفين، تعاملوا مع الظروف ديت كتير، ومش طبيعي ابدا اللي حصل دوت، واكيد في غموض بيكتنف الموضوع. وكان ساعتها بقى في شوية نظريات ابتدت تظهر، وكانت كالآتي: اول حاجة قالوا ان الوفاة كانت نتيجة هجوم حيوانات. فلما الاقتراح دوت اتطرح، قالوا ازاي الجروح والكسور والأعضاء اللي مفقودة ما تفسرهاش هجوم الحيوانات؟ أولا لأن ما فيش آثار لمخالب ولا أنياب، والمكان أصلا ما كانش مأهول بالحيوانات خالص. الجبل اسمه الجبل الميت لأنه ما فيهوش حياة من أي نوع، ولا في نباتات ولا في حيوانات. وأخيرا إن بعض الدكاترة اللي كانوا موجودين معاهم في رحلة البحث قالوا إن الكسور في الأضلع وفي الإيدين، الشكل اللي اتكسرت بيه العظام ديت، ده ضغط ما يجيش غير عن مثلا حادثة عربية. تاني اقتراح أو تاني نظرية ظهرت حوالين الموضوع دوت كان إن في حصل عليهم هجوم من قبائل المنسي. قبائل المنسي دي السكان الأصليين للمنطقة ديت. وبرضو الاقتراح دوت اتهاجم لأن الجبل ما كانش منطقة صيد زي ما قلنا، وما كانش بيحمل أي أهمية دينية للقبائل ديت علشان خاطر يحسوا إن المتسلقين دول دنسوه بشكل أو بآخر فينتقموا منهم. وثالثا وده الأهم، إن هي كانت بعيدة تماما عن أماكن سيطرتهم، وقبائل المنسي دي أصلا كانت مشهورة إن هي من الناس يعني قبائل مسالمة جدا، ما كانش بينتهجوا العنف في أي حاجة أو في أي ملمح من ملامح حياتهم. الاقتراح اللي بعد كده أو التصور اللي بعد كده إن حصل عليهم هجوم من مخلوق اسمه مخلوق الياتي. المخلوق دوت يقال يعني إن هو حاجة عملاق شبه مثلا الغوريلا بس عملاق جدا، وهو اللي هجم عليهم وهو اللي قتلهم. طبعا الاقتراح دوت يعني تم رفضه من أوله، أولا لأن هو خرافة محلية، وحتى لو افترضنا وأمنا بوجوده هنقول إن ملوش أثر. زي ما قلنا إن بعد الخيمة ما تم البحث وراها لقوا آثار أقدام، فاللي يلاقي آثار أقدام البني آدمين أكيد هيلاقي آثار أقدام الكائنات اللي هاجمتهم، سواء كانت كائنات إحنا عارفينها أو كائنات أسطورية زي اللي تم طرحها يعني في الاقتراح. الاقتراح اللي بعد كده إن حصل انهيار جليدي، ولما سمعوا صوت الانهيار فتحوا الخيمة من جوه وهربوا. طيب مقتفي الآثار اللي كان معاهم قال ملاحظة مهمة جدا، إن الخطوات اللي كانت بعد الخيمة كانت خطوات تقيلة. يعني إن الناس اللي كانت ماشية ما كانتش بتجري، ما كانتش هربانة من حاجة. فإن كان الانهيار يفسر ليه هم قطعوا الخيمة من جوه علشان يهربوا، لكن ما يفسرش إن الخطوات كانت تقيلة قوي كده زي ما قلنا والتفسير بتاعها. تاني حاجة، المفروض الانهيار دوت بيبقى بكميات كبيرة جدا من التلج نازلة من فوق جبل لغاية ما توصل للخيمة. طيب لما وصلوا للخيمة لقوا إن في طبقة خفيفة جدا من الجليد عليها، ما تتناسبش مع كمية الجليد اللي بتبقى نازلة من الانهيار، فبرضو استبعدوا الاحتمال دوت. الاحتمال اللي بعديه، وده الاحتمال اللي كلهم المحققين وفرقة البحث كانت ميالة ليه أكتر، هو إن كان في تجربة عسكرية حصلت في المكان دوت، وإن سوء حظ المجموعة ديت إنها اصطدمت بالتجربة دي،
فيا إما الجيش قتلهم علشان خاطر يغطي على التجربة وعلى سريتها، أو إن التجربة نفسها في حد ذاتها كانت عنيفة لدرجة إن هي قتلته، زي مثلا تجربة صاروخ نووي أو حاجة. ولكن برضو الاقتراح دوت اتقبل بالرفض. ليه؟ لأن ما كانش فيه آثار لا لصواريخ ولا المقذوفات من أي نوع. تاني حاجة، ما كانش فيه آثار لحروق. يعني لو كان الصاروخ أو التجربة ديت بشكل أو بآخر، مثلا كان في الفترة ديت احنا بنتكلم عن فترة الحرب الباردة، فكان معظم الاختبارات العسكرية ليها علاقة بالصواريخ الباليستية والصواريخ النووية. فإن كان الاقتراح دوت هيفسر ليه في بعض الملابس اللي لقوها فيها آثار لمادة مشعة، ولكن مش هيفسر إن الناس ديت فقدت عينيها وفقدت لسانها، بعضهم يعني فقد عينيهم وفقد لسانهم في الحادثة. الاقتراح اللي بعديه، وده كان برضو اقتراح مستبعد، كان إن قالوا إن الناس اللي فقدت عينيها وفقدت لسانها دوت نتيجة الموت، يعني تحلل عادي والجو. طب احنا بنتكلم عن درجة حرارة بتوصل ل 30 تحت الصفر، يعني تقدر تحفظ الجثث لفترة كبيرة جدا. وحتى ولو حد فيهم اتحللت بعض من أعضائه، طب ليه الباقي لأ؟ ما هم كلهم كانوا تقريبا في مكان واحد أو في مكان متقارب، درجة الحرارة ثابتة عليهم كلهم. فاستبعدوا الاقتراح ده كمان. الاقتراح اللي بعديه كان إن هم كان حصل عليهم هجوم من كائنات فضائية، وده كان برضو اقتراح غير منطقي وما عليهوش دليل. واللي خلى الاقتراح دوت يظهر أصلا إن في بعض الصور اللي لقوها وفرغوها بعد ما رجعوا بالجثث وبالمتعلقات بتاعتهم، كان صورة لحد لاقط زي حاجة بتنور في السماء، وكان بيقال ان الصورة ديت الشخص دوت لقطها لطبق فضائي او لطبق طاير، وان لما الكائنات ديت حس ان هي اترصدت نزلت وانتقمت منهم لسبب او لاخر. طبعا كان افتراض غير منطقي خالص، والصورة اللي كانت موجودة ديت ممكن تكون لأي حاجة، يعني ما كانتش بالضرورة تكون لكائن فضائي أو لمركبة فضائية بشكل أو بآخر. في النهاية تقريبا الملف اتقفل ومحدش قدر يوصل لتفسير منطقي واحد يقول ايه اللي خلى ال9 دول يتوفوا، والظروف الغامضة اللي أدت للشكل المشوه اللي كلهم كانوا راجعين بيه. وحتى صديقهم يوري إيدين اللي احنا قلنا في الأول إن هو تعب وما كملش معاهم الرحلة، فضل يبحث في الموضوع دوت لغاية لما توفى في سنة 2013. وآخر جملة قالها قبل ما يموت: لو كان لي أن أسأل الله سؤالا واحدا هو أن أعرف ماذا حدث لأصدقائي. وفي النهاية بعد ما الملف اتقفل، الممر الجبلي اللي لقوا فيه آخر 4 جثث سموه ممر دياتلوف على اسم قائد المجموعة إيجور دياتلوف. ودوت كان نهاية الملف بتاعنا. وعلى صفحة الأرشيف على فيسبوك هنلاقي صور للمجموعة، وبعض الصور اللي طبعا مموهة شوية للجثث وللحالة اللي هم لقوها فيها. وبرضه يهمني ان انا اسمع رأيكم عن الموضوع الغامض دوت وتصوركم عنه. لو حد قرأ في الموضوع قبل كده، لو حد عدى عليه الموضوع، يقول لنا ايه التفسير المنطقي اللي ممكن يكون حصل للمجموعة من 9 أشخاص ان هم يحصل لهم حادثة بشعة زي ديت. وما تنساش قبل ما تخرج من الابليكيشن تعمل سبسكرايب وتعمل شير، ونتقابل الحلقة اللي جاية.